عمرك ما هتحقق أهدافك طول ما أنت بتعمل ال5 حاجات دول. أول حاجة إنك بتحط أهداف كتير جدا، وده معناه إنك مش هتخلص حاجة منهم لأنك هتستثقلهم قوي. من هدف واحد ل3 أهداف كفاية جدا. ما تحطش أهداف كبيرة وصعبة جدا. ما تقولش مثلا أنا عايز أبقى مدير البنك، لأ، قول الأول أنا عايز أبقى مدير التيم بتاعي، وبعدين اطلع السلم بالراحة. الأهداف لازم تكون محددة وبسيطة عشان تحس بالإنجاز وتعرف تحققها، إنما الأحلام ملهاش لا آخر ولا سقف. يعني أنت ممكن تحلم إنك تبقى مدير البنك، بس تحط هدف الأول إنك تبقى مدير التيم بتاعك وتاخد السلم بالراحة. ثالث حاجة، مش لازم تحط الهدف on a daily basis. حط رينج، يعني مش لازم تقول أنا هلعب جيتار كل يوم، لأ، أنا هلعب جيتار من 3 ل5 مرات في الأسبوع، فهتحس إن ده achievable أكتر. هتحس إن عندك فرصة تتنفس وإنك مش مضغوط إنك تحقق الهدف ده. ابدأ بالأهداف البسيطة الصغيرة عشان تعرف تحققها وتحس بالإنجاز. وأخيراً، كفاية كسل وتأجيل وقولت أنا هبدأ من بكرة بقى. ابدأ باللي موجود دلوقتي معاك، خد خطوات ناحية